السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. في اليوتيوب كما راكم تشوفوا مانيش نحط الوصفات. اما في الانستغرام وتيك توك راني تقريبا يوميا نحط وصفاتي في الانستغرام وتيك توك. راح نحط لكم رابط الانستغرام تحت الفيديو. هذا الصابلي الشوكولا درتو بكريمه بزاف بنينه، درتو قبل العيد الصغير وما حطيتوش هنا في اليوتيوب، يجي بزاف بنين. اما بالنسبه للتزيين تقدروا ديروه دروك وديروا له تزيين مختلف، ما ديروش هذيك تاع عيد مبارك. بكريمه بزاف بنينه وبزاف خفيفه، ويجي حتى العجينه تجي تذوب في الفم. نتمنى تجربوا الوصفه، شوفوا كيفاش يجي، والكراميل وهذيك البنه روعه. ما تنساوش تتابعوني في الانستغرام تاعي باش تتبعوا وصفاتي نحطهم يوميا. نجيب 250 غرام مارغرين طريه، نضيف لها ملعقه صغيره لافاني، كاس الا ربع ولا كاس ناقص اسبوع تاع سكر كلاصي، ولازم تغربلوه كيما راكم تشوفوا باش تجي العجينه تاعكم ناجحه. جبت حبه تاع بيض مع صفار بيضاء بدرجه حراره الغرفه، ربع كاس زيت، 2 ملاعق كبار تاع حلوه الترك، 2 ملاعق كبار كاكاو بني كما راكم تشوفون. نخلط الحاجه المره الاولى بالملعقه باش كي تخلطوا بالباتر شغل ما يطرش لكمش كامل المطبخ تاعكم. بعد نجيبوا الباتر نخلطوا مليح هذيك العجينه حتى يضاعف الحجم تاعها ويولي اللون تاعها كلاغ وتحسوها ضربت مليح. نجيب 2 ملاعق كبار مايزينا ونكمل نخلط بيديا كما راكم تشوفوا. ومن بعد نولي نضيف الفرينه تدريجيا كما راكم تشوفوا مع ملعقه صغيره خميره كيميائيه. نقعد نخلط نتحصل على عجينه طريه نخليها ترتاح ومن بعد نجي نخدم بها. نجيب كيس من احسن نخدموا بالاكياس هذوم يتباعوا بالرولو في اللي يبيعوا لوازم حلويات. نحل العجينه تاعي ومن بعد نقطعها بالشكل اللي تبغوه، ما ترقوهاش بزاف، ديروها بهذا الشكل كما درت انايا، ما رققتهاش بزاف وما تخشنوهاش بزاف كما راكم تشوفوا. ومن بعد دخلوها طيب في فرن يكون سخون مسبقا على 180 درجه. شعلوا لها من تحت كي تحسوها طابت، شعلوا لها من فوق حوالي دقيقتين، طفوا عليها. من جهه اخرى جبت هنايا 110 غرام تاع مارغرين اوبلين بداش حراره الغرفه، ضفت لها 150 غرام تاع شوكولا بيضاء نديرهم يذوبوا فوق حمام مائي. بعد ما يذوبوا نضيف لهم 170 غرام تاع شوكولاته تختيني ذوق البندق ولا هي عجينه البندق. انا استخدمت تاع المرجان تجي بزاف بنينه. بعد ما كيما شفتوا نخلطها مليح حتى تتجانس، نغطيها بالكيس بلاستيكي ونخليها تبرد مليح. ديروها في الثلاجه خليها تبرد ولا خلوها برا تبرد مليح. ومن بعد نجو كامل نديروها هكا هذه الحركه بالملعقه باش كي تضربوها الباتر تاعكم ما ينحرقش، ما تروحوش ديريكت بالباتر، ديروا بالملعقه كما شفتوا. ومن بعد جيبوا الباتر تاعكم طلعوا مليح هذيك الكريمه. هذه الكريمه تجي بزاف بنينه. تبعوا برك المقادير والمقاييس، هذه هي تجي بزاف بنينه. نخلطها من بعد نديرها في البوش هنايا باش تجيني سهله. نجيب الحبه تاع الصابلي تاعي نديروا طبقتين تاع كريمه كما راكم تشوفوا، ديروا طبقه وطبقتين، ديروا الجدار مليح. ومن بعد ديروا الكراميل. تقدروا ديروا ثاني حلوه الترك، خشتنا حلوه الترك في الاختياري يعني، ولا ديروا غير الكراميل. نبلعوها ونقوا الجوانب كما شفتوا، نسطحوا مليح، ندخلوها الكونجيلاتور، خلوها حوالي 20 دقيقه حتى تشد روحها هذيك الكريمه باش نجيو نقلاصوها بشوكولا تكون ذائبه وفيها ملعقه كبيره تاع الزيت. انا الشوكولا شويه اللي استخدمتها ما عجبتنيش بزاف، لازم تستخدموا شوكولا تجي بنينه وحتى شكلا مليحه. هنا الشكل النهائي. انتوما التزيين زينوا اي شكل تبغوه يجي بزاف بنين. نتمنى تجربوا هذه الوصفه وتعجبكم. ما تنساوش تتابعوني في الانستغرام باش يخرج لكم كامل وصفاتي. سلام عليكم.